قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح، بجسده على الصحيح، لأن الأقوال في الجملة التي قيلت في الإسراء والمعراج ثلاثة. القول الأول أنه أسري بجسده وروحه معا صلوات الله وسلامه عليه، والقول الثاني أن الإسراء بالروح، والإسراء والمعراج بالروح فقط، والقول الثالث أن الإسراء والمعراج مجرد منام. والصحيح من هذه الأقوال، وهو قول عامة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أنه صلوات الله وسلامه عليه أسري به وعرج به إلى السماء بروحه وجسده معا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما يدل عليه القرآن وتدل عليه السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فالله يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقوله بعبده هذا لا يختص بالروح دون الجسد ولا بالجسد دون الروح، وإنما المراد بالعبد محمد صلوات الله وسلامه عليه بروحه وجسده، بروحه صلوات الله وسلامه عليه وجسده. فالصحيح أن الإسراء والمعراج كان بجسده وروحه صلوات الله وسلامه عليه معا، ولهذا دلائل وشواهد كثيرة، ولعله يأتي معنا إشارة إلى شيء منها. قال: أسري به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. أسري به، الإسراء إنما يكون ليلا، السير ليلا يقال له إسراء. وقول الله عز وجل في الآية المتقدمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قوله ليلا هذا من باب التأكيد، وإلا الإسراء لا يكون إلا بالليل، فالإسراء هو سير الليل. قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. إلى بيت المقدس متعبد الأنبياء، بيت المقدس متعبد الأنبياء، وفيه أمهم صلوات الله وسلامه عليه في تلك الليلة المباركة، وهو أولى القبلتين، فكان أول الأمر صلوات الله وسلامه عليه يصلي قبل بيت المقدس، ومنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وهو مسرى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تسد الرحال إلا إليها، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهنا نقف وقفة نتوجه فيها إلى الله ربنا سبحانه وتعالى، سائلينه عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن يطهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود يا حي يا قيوم. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود يا حي يا قيوم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. قال رحمه الله تعالى: راكبا البراق. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام البراق ما هو، وأنه دابة بيضاء دون البغل وأكبر من الحمار، وتسمى البراق من البرقان وهو اللمعان، وخطوها تضع محفرها أو خطوتها عند منتهى بصرها. ولما وصل عليه الصلاة والسلام بالبراق ربطه ببيت المقدس، ثم دخل وصلى وأم بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه في صحبة جبريل عليه السلام. قال: فنزل ثم، أي في بيت المقدس،
وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم. وهذه أيضا مكرمة وتقدمة لنبينا عليه الصلاة والسلام، حيث أما الأنبياء في ذلك المكان المبارك وفي تلك البقعة المباركة في بيت المقدس. قال ثم عرج به تلك الليلة من هناك، يعني من بيت المقدس، إلى السماء الدنيا، ثم التي تليها، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم التي تليها أي السادسة، ثم السابعة. قال ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم. ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم، أي على منزلة كل نبي في كل سماء. فرأى في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة يونس عليه السلام، وفي الرابعة إدريس عليه السلام، وفي الخامسة هارون عليه السلام، وفي السادسة موسى عليه السلام، وفي السابعة رأى إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى جميع الأنبياء. قال ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم. وقد بين أهل العلم أن رؤية نبينا عليه الصلاة والسلام للأنبياء هي رؤية لأرواحهم مصورة في صورة أجسادهم، مصورة في صورة أجسادهم أو أبدانهم. وأما أبدان الأنبياء فهي في قبورهم، أبدان الأنبياء في قبورهم، لكنه رأى عليه الصلاة والسلام أرواح الأنبياء مصورة في أبدانهم، كل نبي رآه في السماء التي رآه فيها. أما عيسى فإنه رفع حيا إلى السماء بجسده، رفع حيا إلى السماء بجسده، وهو باق حي في السماء إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بنزوله في آخر الزمان، ونزوله آية من آيات الساعة وعلامة من علاماتها. قال ثم عرج به إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى أي شجرة في ذلك المكان فوق السماء السابعة. وفي تلك الليلة غشي السدرة ما غشيها من الآيات الباهرة مما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، وأكرمه ربه سبحانه وتعالى بمشاهدته في تلك الليلة. ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، على الصورة التي خلقه الله عليها. رأى جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، أي وله 600 جناح. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رأى جبريل على الصورة التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها مرتين. هذه عندما عرج به إلى السماء، وعند سدرة المنتهى رأى جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها. ومعنى ذلك أنه لما كان أتاه إلى مكة وذهب معه إلى بيت المقدس وعرج معه إلى السماء، في كل ذلكم لم يكن على الصورة التي خلقه الله عليها. والملائكة كما هو معلوم أعطاهم الله سبحانه وتعالى قدرة على التمثل، كما قال الله سبحانه وتعالى فتمثل لها بشرا سويا، فأعطاهم قدرة على التمثل. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرات كثيرة جدا، لكنه لم يره على صورته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها إلا مرتين. هذه المرة عند سدرة المنتهى، والمرة التي قبل ذلك رآه بالأبطح، كما أخبر بذلك صلوات الله وسلامه عليه، رآه بالأبطح من مكة، وقد سد عظم خلقه الأفق، وله 600 جناح. فهما مرتان رأى فيهما نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته الحقيقية. وهاتان المرتان ذكرتا في القرآن في سورة النجم، هاتان
المرتان ذكرتا في القرآن الكريم في سورة النجم. المرة الأولى في قوله سبحانه وتعالى: علمه شديد القوى، أي جبريل، ذو مرة، أي ذو حسن وبهاء وجمال، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، أي اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهذه المرة الأولى التي رأى فيها نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل، رآه بالأبطح ورآه في الأفق، وقد سد عظم خلقه السماء وحجب الأفق، ودنا من النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان قاب قوسين، أي يقرب من القوسين إذا مد، وأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى جبريل إلى عبد الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما أمره الله سبحانه وتعالى به. والمرة الثانية ذكرت في السورة نفسها بعد هذا بقليل، قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. وهذا عندما عرج بنبينا صلوات الله وسلامه عليه رأى جبريل عند سدرة المنتهى، وعند سدرة المنتهى جنة المأوى، فرأى عليه الصلاة والسلام من آيات ربه الكبرى في ذلك العروج، رأى سدرة المنتهى ورأى جنة المأوى صلوات الله وسلامه عليه، ورأى جبريل على صورته الحقيقية وقد سد عظم خلقه الأفق. قال: وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. وفرض الله تبارك وتعالى عليه الصلوات تلك الليلة، أي ليلة المعراج. والصلاة هي الفريضة الوحيدة التي خصت بهذا الشرف العظيم، أنها فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة، عرج به عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة، وهناك في تلك المنزلة العلية والمكانة الرفيعة فرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلوات الخمس. فلاحظ هنا ملاحظات مهمة تدرك من خلالها مكانة الصلاة ومنزلتها العظيمة. الأمر الأول أن فريضة الصلاة خصت من بين العبادات، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع من الله سبحانه وتعالى فرضها على عباده مباشرة بدون واسطة، سمع ذلك من الله سبحانه وتعالى بدون واسطة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن سماع النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الفريضة في هذا المقام العالي والمكانة الرفيعة فوق السماء السابعة، في مكان لم يصل إليه من البشر غيره صلوات الله وسلامه عليه، وفي ليلة فاضلة هي أفضل ليالي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى فرضها أول ما فرضها على نبينا في ذلك المكان 50 صلاة، وهذا يدل على عظيم حب الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة وحبه لتقرب عباده إليه بهذه الصلاة، ففرضها أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة. ولما نزل عليه الصلاة والسلام بهذه الفريضة لقي موسى عليه السلام في السماء السادسة، وقال له: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تحتمل ذلك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشير في ذلك فأشار عليه بنعم، فعرج إلى الله سبحانه وتعالى وسأله التخفيف، وتكرر هذا إلى أن خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. ونزل عليه الصلاة والسلام من ذلك المكان العظيم والمنزلة العلية بهذه الفريضة المباركة العظيمة. وهنا أيها الإخوة وتنبهوا جيدا، يشتد عجب الإنسان
واستغرابه واستنكاره أن بعض الناس يضيع هذه الفريضة تضييعا متواصلا ومستمرا، يضيعها وتفوت عليه مرات كثيرة ولا يهتم بها، لكنه لا يفوت الاحتفال ليلة الإسراء والمعراج. وهذا من الغرائب والعجائب. احتفال ليلة الإسراء والمعراج لا دليل عليه أصلا، ولا يدل أي دليل على مشروعيته، لا يفوته أبدا مهما كانت ظروفه. أما الفريضة التي لها هذه المكانة ولا هذه المنزلة يتهاون فيها، وهي فريضة من فرائض الإسلام وعماد من أعمدة الدين، وقد ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. وأمية بن خلف هذا ألد أو من ألد أعداء نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فمن يضيع الصلاة ولا يحافظ عليها شاء أم أبى يحشر مع صناديد الكفر وأئمة الباطل. ومن حافظ على هذه الصلاة فاز فوزا عظيما، لأن أعظم فرائض الإسلام بعد توحيد الله سبحانه وتعالى والإخلاص له عز وجل. والإسراء والمعراج تأمله من بدايته، أخذ من المسجد الحرام عليه الصلاة والسلام وذهب إلى المسجد الأقصى وأما بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ثم عرج ونزل بهذه الفريضة صلوات الله وسلامه عليه. فمن لم يحافظ على هذه الصلاة العظيمة 5 مرات في اليوم والليلة كما أمره الله تبارك وتعالى فهو في الحقيقة لم يستفد ولم ينتفع من هذا الأمر العظيم والمكرمة العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه.